طيب، انت صحيت من النوم، لبست وغسلت وشك وغسلت شعرك وحطيت ريحة وطالع شغلك رايح في امان الله يا مؤمن يا مؤمن. وإذ فجأة جالك واحد بأقصى سرعة، سواق ميكروباص شمام، دخل فيك دشدش لحمك على عظمك ورماك على الرصيف من الناحية التانية بين الحياة والموت. وإيه يعني يا أخي؟ ابتسم للحياة وتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. بص يا ابني للجانب المشرق في الموضوع. ناس بلدك الطيبين مش هيسيبوك مرمي على الأرض زي الكلب، وهياخدوك بسرعة على مستشفى رأس المركزي. ناس بلدك الطيبين خدوك بسرعة على مستشفى رأس المركزي، وفضلوا 3 ساعات متواصلة بيدوروا على دكتور أو دكتورة في المستشفى علشان تشخص حالتك، ما لقيوش. وإيه يعني يا أخي؟ ابتسم للحياة وتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. بص يا ابني للجانب المشرق في الموضوع. بيدولك فرصة للاستشفاء يا عبيط، فرصة انك تشفي نفسك بنفسك والعظم واللحم يلتئم ويركب على بعضه. بعد 3-4 ساعات بيدوروا على دكتور وما لقيوش في المستشفى، وفضلوا يدوروا مفيش. وبعد مرور الوقت وبعد عذاب وعناء وانت قاعد على الشيزلونج ممدد، جالك دكتور علشان يشخص حالتك، فجاب لك حقنة مسكن. وايه يعني يا اخي؟ ابتسم للحياة وتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. الحقنة المسكنة دي هتهد حيلك وهتخليك شوية كده لغاية لما تدخل أوضة العناية المركزة. وبالفعل بعد 5-6 ساعات وانت مدشدش وطالع عينك وعين ابوك، وعمالين يدوروا على ميكروكروم ولا شاش ولا اي حاجة علشان يمسحوا عنك الدم، مفيش، خدوك على اوضة العناية المركزة. وانت في اوضة العناية المركزة يا مؤمن يا مؤمن، بتحط ايدك كده يا اخوي، لقيت ترجيع احمر واصفر واخضر، بلاوي سودا في اوضه العنايه المركزه. طب وديت وشك من الناحيه التانيه بتعمل كده، لقيت فار بيجري. بتبص على الشباك لقيت بورصه. وايه يعني يا اخي؟ ابتسم للحياه وتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. اهو البورصه ده اللي انت شفته على الشباك هو الوحيد اللي هيكون أليس ضلمتك وجليس وحدتك ورفيق كسكتك، وهو اللي هيهون عليك الليل الطويل في هذه المستشفى. صحي عليك الصبح وانت ما بين الترجيع والفقر والبرص اللي ماشي على البتاعة ومش عارف تعمل ايه، وبعد كده جات لك الممرضة عنايات وهي معاها كتافلام مسكن تاني. وايه يعني يا اخي؟ ابتسم للحياه وتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. الحقنه اللي جابتها لك كتافلام مسكن دي اللي مضروبه، بمجرد ما تاخدها هتموت بالبطيء ومش هتحس باي حاجه، وهتروح الى جوار ربك وانت شاكر هذا العالم، وانت عملت يعني عايز تشكر لهذا العالم شكرا كبيرا وعارما. ولكن هنعمل ايه؟ ابتسم للحياه وتفائل، تفاءلوا بالخير لتجدوه. بص يا ابني للجانب في المشرق في الموضوع، وإلى اللقاء.